مش معنى ان انا ابتديت اطلع في السلم بدل ما اخد الاسانسير ان انا كده بعمل رياضه. في ناس كتير مقتنعه ان التغييرات البسيطه في اللايف ستايل زي ان انا اخد السلم بدل الاسانسير، زي ان انا اتمشى واركن العربيه ابعد شويه بدل ما اركنها قدام العماره على طول، تساعد في الحرق. لا، هي الحاجات دي كويسه طبعا، وجسمك كده كده بيحرق كالوريز مع كل حركه بتعملها، لكن ده مش كارديو. الكارديو هو اللي بيحرق بجد. يعني ايه؟ يعني لازم ان انا التمرين بتاعي يقعد اتليست 10 ل 20 دقيقه عشان جسمي يبتدي يحرق الدهون اللي فيه. تتحرك جسمك بيحرق السكريات والنشويات والكالوريز اللي انت اخدتها في الاكل اللي انت بتاكله كل يوم. ما بيبتديش يحرق الفات، الدهون المتراكمه في جسمنا، غير بعد وقت معين من التمرين. عشان كده اغلب اللي بيمرنوا بيقولوا ايه، لازم تعمل كارديو تقريبا 20 دقيقه قبل ما تبتدي مثلا تشيل ويتس او تعمل الهيد تريننج بتاعك او ايا كان نوع التمرين. مش لمجرد ان انا زودت شويه حركات بسيطه في يومي ان انا كده هخس اسرع، انا كده بعود جسمي ان الميتابوليزم بتاعه او معدل الحرق بتاعه يعلى شويه. لكن عشان احس بتاثير لازم الحركه دي ما تقلش عن قول 15 ل 30 دقيقه في اليوم.